يا ساتر، ايه الهدوء المريب ده؟ الجو محسسني ان احنا شغالين في وكالة ناسا، ولا دي سفينة فضائية دي ولا ايه؟ اوعي تكوني هتطلعينا القمر. اصل انا ما استأذنتش من ماما. اطمن يا سكيلتون، مش هنطلع القمر ولا حاجة. دي غرفة البرمجة الجديدة في وندر لاب، وانا جايباك هنا عشان تشوف احدث اختراع ليا، حاجة هتغير طريقة شغلنا تماماً. استرها يا رب. أهلاً دكتورة ليلي. أهلاً مستر هيكل عظمي. أنا بودي، الروبوت اللي صممته دكتورة ليلي عشان يحاكي جسم الإنسان. أنا الآن جاهز لمساعدتكم. اهلا بادي. Wonder Lab. انتي متأكدة انه بادي ده مش ممكن يعجبنا زي ما بيحصل في الافلام الاجنبي؟ واثقة فيه يعني؟ اطمن يا سكيلتون، هو مصمم بس عشان يساعدنا نتخيل اللي بيحصل في أجسامنا. طب الحمد لله، طمنتيني. أحسن، أنا عندي فوبيا من زمان من الروبوتس. مفيش داعي للخوف سيد هيكل عظمي. بالمناسبة تم تعديل اسمك بنجاح إلى سكيلتون بدلاً من هيكل عظمي. لقد سمعت الدكتورة ليلي تناديك سكيلتون. شكرا يا سيدي، شكلك فعلا هتطلع طيب يا أستاذ بادي، عكس ما كنت متوقع. امسك يا بادي العصير ده وانتظر تعليماتي. عصير بالألوان الصناعية والمواد الحافظة الخطيرة. ودلوقتي يا صديقي، تعال نشوف ازاي جسمنا هيقدر يتخلص من السموم اللي في العصير. 3 2 1 يلا يا بادي، اشرب العصير. هو ايه اللي حصل له بالظبط؟ باظ؟ يا خسارة، كنا هنبقى أصحاب. الظاهر إن كمية المواد الحافظة والألوان الصناعية كانت كتيرة على سيستم التخلص من السموم عنده. ده صحيح، كمية السموم كانت كبيرة جداً، وسيستم الفلترة في الكلى كان على وشك التوقف تماماً. كنت حاسس إنه روحي، أقصد ذكائي الاصطناعي، بيتسحب مني. ايه الفلاتر اللي بيتكلم عنها دي؟ احنا عندنا فلتر زي حنفية المطبخ؟ هشرح لك، احنا ما عندناش فلتر واحد، احنا عندنا مليون فلتر في كل كلية، وظيفتهم ينظفوا جسمنا من أي سموم ممكن تضرنا. مليون في كل كلية؟ يعني عندنا 2 مليون فلتر؟ مش معقول. عملية الفلترة بتحصل هنا في الكلية، اللي شكلها عامل شبه حباية الفاصوليا الحمراء. ودلوقتي مستعدين تشوفوا اللي حصل لما شربت العصير البنفسجي. ايه ده؟ احنا فين؟ ودخلنا هنا ازاي؟ وليه صغرنا كده؟ ما تقلقش يا سكيلتون، دول مش احنا. دي مجرد نسخة ديجيتال مننا جوه جسم بادي. واللي احنا فيه ده يا ترى شريان ولا وريد؟ ده يا سيدي الشريان اللي بيوصل للكلى. وايه اللي بيتحرك حوالينا ده؟ دي كرات الدم الحمراء، وفي كرة دم بيضة هناك اهي. انا بتكلم عن البنفسجي اللي هناك ده ايه؟ اها، دي الألوان الصناعية اللي كانت في العصير. والاسود ده ايه؟ دي المواد الحافظة الخطيرة اللي بادي تعب منها. يا دكتورة، فاضل كتير ونوصل للكلى. رجل الديجيتال وجعتني من المشي. خلاص قربنا نوصل. أيوة، الشمال اللي جاي. ايه الريحة البشعة دي؟ لا 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 لا، الريحة هنا لا تطاق. طب اسمع الكلمتين دول عشان نمشي من هنا بسرعة. المكان اللي احنا فيه ده هو محطة الفلترة. كل غرفة من دول اسمها النفرون، وده عبارة عن المكان اللي بيتنضف فيه الدم من السموم. يعني ايه اللي بيحصل جوه بالظبط؟ اللي بيحصل يا سيدي إن الدم اللي شايل السموم بيدخل غرف الفلترة عن طريق المواسير الحمراء دي، وجوه النفرون بيحصل عمليتين مهمين. أولاً بيتم استخلاص السموم والمية الزيادة عن احتياجنا من الدم، وبيخرج الدم النظيف من الأنابيب الزرقاء دي. وثانياً بيتم فحص المواد اللي فصلناها لوحدها دي مرة تانية عشان نتأكد إن مفيش حاجة الجسم محتاجها تكون خرجت بالغلط. دي عملية معقدة جداً.
فعلا ما نقدرش نقول غير سبحان الله. تعرف إن فلاتر النفرون مش بتسمح لخلايا الدم والبروتينات إنها تعدي، بينما المواد الضارة بتعدي عادي جدا، ولو الجسم اكتشف إنه محتاج حاجة من اللي تم فصلها بيقدر يرجعها مرة تانية ويستفيد منها. العجيب إن كل ده بيحصل جوانا وإحنا مش بنحس بيه. المية الزايدة عن احتياجنا بقى يا سكيلتون مع المواد الضارة والسموم دي هي اللي بنقول عليها البول أو اليورين. والبول ده بقى بيتجمع من كل النفرونات في قنوات تجميع البول زي النهر اللي انت شايفه ده، والقنوات دي بتجمع اليورين في قمع كبير اسمه حوض الكلى. أمال الريحة القوية دي سببها إيه؟ ريحة اليورين دي بتكون بسبب مواد زي اليوريا اللي بتتكون لما ناكل بروتينات زي اللحوم والفراخ. أتمنى تكونوا مبسوطين ومستمتعين برحلتكم جوه جسم بادي. والله يا عم بادي الرحلة ممتعة على الآخر، لولا بس الريحة الفظيعة دي. أمال هتعمل إيه يا سكيلتون كمان شوية؟ يا رب ما يطلعش اللي في بالي. هو بالظبط اللي في بالك. هو ده بقى حوض الكلية اللي بيتجمع فيه اليورين اللي طلع من كل النفرونات، صح؟ أيوة مظبوط. طيب واليورين ده كله بيروح فين بعد كده؟ تعال نشوف على الطبيعة. لا لا لا، ما بعرفش أعوم، لا هغرق. يا خبر، ده ايه جو الملاهي ده ولا زحاليق الاكوا بارك؟ دي مش زحاليق، ده الحالب اللي بينقل البول من الكلى عشان يتجمع هنا في المثانة. وايه اللي احنا واقفين عليه ده؟ جزيرة دي ولا ايه؟ دي اسمها حصوة، طوبة يعني، وبتتكون لما ناكل ملح كتير أو لما الواحد يمسك نفسه وما يروحش التويلت لما يكون في يورين محتاج يتفضى. والطوبة دي ايه مشكلتها؟ بتوجع يعني؟ بتوجع جدا وممكن يتراكم عليها بكتيريا ويحصل بسببها مشاكل كتير. في ايه؟ احنا بنغرق ولا ايه؟ الظاهر ده وقت التويلت، احنا لازم نخرج حالا. تعالى وهفهمك كل حاجة. لقد خرجتم في التوقيت المناسب. الحمد لله على سلامتكم. هل أنتم بخير؟ الله يسلمك يا بادي. إحنا حرفياً كنا هنغرق في شبر مية. كويس إنك خرجتينا في الوقت المناسب. عفواً سيد سكيلتون، اللي شفته على الشاشة كان مجرد نسخة رقمية منكم. طيب قوليلي بقى إيه اللي حصل قبل ما نسيب المثانة ونخرج؟ المثانة يا سكيلتون بقت مليانة باليورين وبقت مش قادرة تتحمل أي كمية يورين زيادة، وبعتت رسالة طوارئ للمخ تقوله لازم ندخل الحمام حالاً. فالمخ يبدأ يخلينا نحس إننا ضروري ندخل التويلت عشان نفضي المثانة ونرتاح. Wonder Lab. وده وقت نهاية حلقتنا. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. شوفوا الحلقات اللي فاتت وانتظروا الجديد. صحيح يا بادي، وديت فين اليورين ده كله؟ عملت له شيفت وديليت.